السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، وعواشركم مبروكه. اليوم جيت نقدم معكم واحد الكيك يومي اللي كيجي رائع ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتوجدوه ان شاء الله للفطور. انا الكيكه كما كتلاحظوا راه كتجي رائعه وكتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم والفيديوهات اللي كنقدم معكم يعجبوكم. وان شاء الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنا عندي 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، وعندي قشور ديال البرتقاله، عندي كاس ديال الزيت المائده، وكاس ديال البرتقال اللي عامر، وكاس سنيده، وعندي هنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، و3 الساشيات ديال الخميره، وهنا راني ضفت قبصه ديال الملحه. نبداو ان شاء الله على بركه الله. نخلطوا. هنا عندي قشور ديال البرتقاله، وعندي قبيصه ديال نخلطوا العناصر ديالها. كنضيف كاس ديال سنيده. الصراحه هذا الكيك اليومي كيجي غزال، انا ما كيخطانيش فوق ما بغيت نطيب الخبز كنخلط الكيكه وكندخلها للفران. كيجي رائع وكيجي منفوخ، كيجي غزال. انا كنخلط البيض مع كاس ديال سنيده مع قشور ديال الليمونه وقبيصه ديال الملحه. من بعد كنضيف كاس ديال الزيت وكاس ديال البرتقال. صراحه هاد الكيكه بالليمون كتجي غزاله، كتجي رائعه وكتجي من السما بالقشور ديال الليمون، كتجي غزاله ما شاء الله. كنخلطو مزيان كما كتلاحظوا حتى كتذوب لينا سنيده، كنحسوا بها بلي دابت. هنا عندي الدقيق اللي مغربل، كنضيفو شويه بشويه، وكنضيف 3 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. وكنخلطوا العناصر ديالنا جيدا. كنضيفوا الدقيق، وهنا كما كتلاحظوا من بعد ما خلطناها كتجي على هذا الشكل هذا. ها هي القوام ديالها كما كتلاحظوا كي كيجي. وهنا عندي المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت والدقيق. المهم كل واحد كياخذ المول اللي بغا. وبالنسبه هنا للعجين ديال الكيك كنحاولوا نهزوه شويه للفوق باش يدخل فيه داك الهواء، كتجينا الكيكه منفوخه على هذا الشكل هذا. كيكه يومي رائع بمقادير اللي هي بسيطه موجوده في كل دار. هانتوما كما كتلاحظوا ندخلوها ان شاء الله للفران بما توجد لينا ان شاء الله، وغادي تشوفوا معنا الشكل النهائي. راه كيجي كيك رائع، كيجي ما شاء الله منفوخ وغزال. هانتوما ما شاء الله من بعد ما دخلنا الفران نحلو عليها الفران كما كتلاحظوا راه كتجي محمره وكتجي منفوخه ما شاء الله.
ديالنا كما كتلاحظوا هي من بعد ما خرجناها من الفران راه مازال سخونه، وكما كتلاحظوا راه منفوخه ما شاء الله. نتوما كما كتلاحظوا حاولوا حيدوها من المول. ها هي ما شاء الله كما كتشوفوا راه ما لصقات ليناش في المول. نتوما كتجي رائعه ما شاء الله، كتجي محمره وكتجي كيكه اللي منفوخه ما شاء الله. هانتوما كتجي مفشفشه، كتجي رائعه ما شاء الله. هنا الكيك ديالنا من بعد ما وجد كما كتلاحظوا زينته غير بطريف ديال الليمون باش كنعرفوا الكيكه بلي راه فيها الليمون من الداخل. غنقطع معكم واحد الطريف وتشوفوا كي كتجي، الصراحه كتجي غزاله ما شاء الله. نقطعها معكم باش تشوفوا كي كتجي، صراحه كتجي هشيشه وكتجي غزاله ما شاء الله. ها انتم كي كتجي كيكه رائعه ما شاء الله، وكتجي هشيشه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك وابوني وبالكومونتيرات ديالكم فضلا منكم وليس امر. كما كتلاحظوا الكيكه ديالنا من الداخل كيجيو القشور ديال الليمون كيجيو باينين فيها، وكتجي غزاله ما شاء الله. هانتوما كتجي خفيفه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك وابوني وبالكومونتيرات ديالكم فضلا منكم وليس امر. واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا كل جديد. وشكرا جزيلا لكم على التتبع ديالكم. رمضان كريم بكل صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وشكرا جزيلا لكم.